الجانب المقابل لدينا الإسباني سيد خوسيه مورسيا مدرب معاذر اللي موجود طبعا منذ نوفمبر من العام 2021 في قيادة الفريق. إذا ما بين طموح الانتصار للفريقين في هذه المباراة، نحن على موعد مع مواجهة من المنتظر بأن تكون مثيرة. رحلة البحث عن الانتصار الأول، رحلة البحث عن النقطة الأولى. نعيم سليتي يرسل كرة للأمام، الفرصة الآن والتسديدة، لكن فينالدو ينجح في أن يتصدى لهذه الكرة، ينجح لأن يتصدى لأخطر فرص شوط المباراة الأول. فرر ليزن انعمات، يزن الكرة، الخذوهات الجميلة، لكن الكرة ما زالت والكرة تبعد بعد ذلك. خطورتها قائمة، دراكسلر يمر الكرة خطيرة، سليتي يسدد كرة والتسديدة مرة أخرى. يا لها من فرصة أول 4 جولات. الكرة عند قادري دراكسلر يحاول في هذه الكرة، دراكسلر مر تقدم يحاول بمر الكرة. الله، الهداف يحتاج إلى صانع من خلفه، الهداف يحتاج إلى صانع من خلفه. وضع يزن انعمات أمام المرمى لينجح النادي الأهلي في أن يتقدم. نعم، الهداف يحتاج إلى صانع، والصناعة انعمات، يزن انعمات الثاني، العودة مرة أخرى. أحلى سليتي في العالم التونسي، ابن الخضراء تونس، من يلعب لأصحاب القمصان الخضراء. سليتي في العالم، هذا هو نعيم. شوف الانطلاقة وشوف يزن اللي لم يكن أنانيا في هذه الكرة، كان عنده الفرصة أن يسجل الثاني، لكنه قام بدور الصناعة وأعاد الكرة لنعيم، ونعيم سليتي بيسجل الثاني للنادي الأهلي في هذه المباراة عند مع الجولة الخامسة في بطولة الدوري. نعيم يرسل كرة طويلة، الروسية، الله، هدف من النظرة الأولى، لكن لقطة سنضطر للعودة فيها للفار، ينتظرون الأهلاوية ينتظرون بأن يقرر حكم المباراة. احتسب، وإذا كان هدفا ثالثا، هدف ثالث، هدف ثالث يسجل للعميد. عدت والعود أحمد يا عميد، دي الشاب ذو الأصول المغربية القادم من إكسالون السويدي. من أمامه سليتي بيحاول يمر، لكن الكرة عند الحسوني أيمن، الكرة لدنيا سيليبيك بيسدد كرة. الله، الروماني ديني سيليبيك اللي استلم بهذه الطريقة وسدد كرة قوية زاحفة تسكن الشباك وتعانق شباك النادي الأهلي. عادت من جديد، هل من متغيرات في شوط المباراة الثاني في قادم اللحظات؟ الرامون اريوس، الله، مونتيفيديو من الأوروغواي. شوف الإعادة لهذا الهدف الجميل، الله، يا رامون ارياس يسجل هدف يقلص به الفارق. النتيجة أصبحت 3-2، الله يا رامون. لكن الكرة عادت مرة أخرى، تنقل، نعيم سليتي تقدم، نعيم ينطلق، نعيم بقدمه حتى على الرغم من ذلك إلا أنه يفضل الصناعة. السيناريو الأول ينجح، السيناريو الأول يكتب. العميد قلبك يا نعيم يا سليتي، كان امام الطريق والمرمى مفتوح، لكن فضل انه يمررها لعبد الرشيد وقال له سجل وخلص المباراة وخلصنا في هذا اللقاء، وامنح العميد الاهلاوي ال3 النقاط الاولى والفوز الاول، لان خسارتنا او تعادلنا سقوطنا اليوم في هذا المساء. تلك صافرة نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء ككل والجولة الخامسة ككل بانتصار العميد الاهلاوي على نادي معيذر ب4 أهداف مقابل هدف.